باسمي وباسم أخيه سمو ولي العهد وأخيه رئيس مجلس الوزراء، أود أن أشكر لكم هذه البادرة، وجودكم هنا لتعزيتنا في وفاة أبنائنا وأخواننا. وأني أستغرب عندما تقولون إني رحت إلى المسجد، مسجد الصادق. ليه نستنكر إني أروح إلى المسجد الصادق؟ من أنتم؟ أنتم من بلد ثانية، أنتم أهلنا، أنتم عيالنا، أخواننا. إذا لم نذهب لكم نذهب لمن؟ انت الأبو اللي نزع بشته وقام وهلت دموعه وقال ذولا عيالي. الناس قيض، الناس عطشة وصيام، فزعت الأول يوم معدنك غالي، وبين عضيدك ساعة الضيق مقدام. نواف لا ضاقت ظروف الليالي، ويمناه جابر للوطن درع وحسام، وتحزم بمنه عليه التكالي. يا أبوي أرخصت عمرك والظهر شعبك حزام، حتى أبو خالد قال ما بي عقالي، حتى أبو خالد قال ما بي عقالي. مفاجأ بأن سيدنا حضرة صاحب السمو بيننا، انت بين مخافة يعني من بعد رب العالمين عليه، بين الإجراء، بين فحرصت في البداية أني يعني أتجرأ وأطلب من سموه وأترجاه أن طويل الأمر ترى الوضع كذا. يعني يمكن الجزاز اللي تحتنا أصاب من المسلمين ما أصاب من قوة هذا الأرض، غير اللي ما ندري إيش بيطيح من فوق. فترجيت الله يحفظه كذا، أبا اللي قام يردد هذه العيال. محمد الخالد ذرى سود الأيام، ما خيب الهقوة وشال الثقالي، سهر وزير الداخلية ولا نام، إلين تم الأمن والشر زالي. أرض الكويت اللي خذت تاج ووسام، تقول للعالم هذولا رجالي، تقول للعالم هذولا رجالي. واللي فعلها ما عرف روح الإسلام، ولا عرف معنى حرام وحلالي. الشعب متماسك على مر الأعوام،